ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الفراخ المشويه بطريقه سهله جدا وبسيطه، والتتبيله بتاعتها هتكون سهله جدا. هنعملها كمان هنشويها معاكم على البوتاجاز في الجريلا. عندي هنا فرخه حوالي كده كيلو او كيلو وربع، بعمل فيها ثقوب كده وبنزلها في محلول ملح عباره عن ميه وملح وليمون، وما بضيفش خل علشان الخل بيثبت معايا ريحه الزفاره ما بيشيلهاش. بنزل كده فيها الفرخه لمده ساعه علشان تشيل ريحه الزفاره منها، وبعد كده بكون مجهزه بقى التتبيله بتاعتها اللي انا هعملها، اللي هي بصل وطماطم، مجموعه من التوابل، فلفل اسود وكمون، توم باودر، بصل باودر، شويه من القرفه، شويه من الشطه، شويه ملح. ده كده كل التتبيله او كل التوابل اللي انا بضيفها على الفراخ المشويه عندي. بسيبها بقى يا اما ليله كامله في التلاجة، وده اللي انا افضله، او لو هعملها في نفس اليوم يبقى مش قبل ساعتين بالظبط اطلعها من التتبيله دي. بعد كده بحط الجريل على البوتاجاز، وبفضل اقلب الفراخ بقى كده على الجهتين كل فتره كده لحد لما تستوي معايا. وقبل لما اطلعها واقدمها بندخلها تحت الشوايه شويه تاخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. وبس كده، ده وصفة النهاردة. اتمنى يكون عجبتكم. مع السلامة.